السلام عليكم يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. أيام البهجة جاية وأيام رمضان الحلوة ماشية. بس يلا عشان تعملوا البسكوت وتعملوا الكحك وتعملوا كل حاجة حلوة وتستقبلوا العيد. البسكوت اللي قدام حضرتك ده بسكوت النشادر اللي كنا بنعمله في بيوتنا كلها، وأمهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوه من زمان. هقولك مقاديره مظبوطة جدا، وهتسويه وانت مغمضة عينيكي، ولا هتقلقي عليه ولا هيفرش ولا هينشف ولا أي حاجة خالص. زي ما انت شايفة كده طالعة بسكوتة، كل بسكوتة أحلى من أختها. احنا بنحب يعني نبقى نحمره شوية زي ما أنا محمرة بعضه كده، بيبقى طعمه جميل. الكمية اللي حضرتك شايفاها دي من كيلو دقيق، تقريبا طلعت لي يعني 2 كيلو إلا تلت كده يعني. بسكوت كيلو دقيق طلع 2 كيلو إلا حاجة إلا تلت، مش إلا ربع كمان، إلا تلت. مفيش مشكلة، بس هو طالع جميل جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف المقادير. بصوا يا حبايبي، عشان أعمل كيلو دقيق بسكوت نشادر معايا كوباية ونص سكر، يعني 330 جرام سكر، ومعايا كوباية ونص سمنة، يعني 330 جرام سمنة. طبعا السكر ده انا طحناه في البيت، لان السكر اللي هتشتريه من بره اولا غالي، الكيلو ب65 جنيه، ثانيا ما تضمنيهوش، بيبقوا خالطين عليه نشا عشان يكتروا كميته. يبقى كل اللي عندنا كوباية ونص سمنة وكوباية ونص سكر بودرة. هنعمل ايه في كوباية السمنة؟ النص اللي حضرتك شايفاه ده هشيل منه معلقة. طب وهحط بدلها ايه؟ هحط بدلها زيت، لان معلقة الزيت اللي هضيفها او معلقتين الزيت هما اللي بيبقوا مسؤولين عن قرمشة البسكوت. معايا هنا ايه بقى؟ 5 بيضات. ليه 5؟ لان ده بيض بلدي صغير. لو هتحطي من البيض الاحمر او الابيض بتاع المزارع يبقى 4 بيضات بس. يبقى ارجع اقول كوبايه ونص سمنه، عايزه بالجرامات 330 جرام، عايزه بالسكر بالجرامات 330 جرام. اللي بوريهولك ده الاسانسات اللي انا هضيفها، اللي هي روح الموز وروح البرتقال، وده طبعا النشادر. وهنشوف بقى خطواتنا مع بعض. هنجيب الدقيق ونشوف هنضيف ايه على الدقيق بتاعنا. اللي هضيفه على الدقيق باكت الفروتي اللي هو عصير البرتقال البودر طبعا، وكمان هضيف معلقة او معلقتين من بودرة الكاستر. ده يا جماعة كاستر فانيليا، دي بودرة الكاستر الفانيليا. باخد معلقتين منها وبضيفهم على الدقيق، بس مش بضيفهم بقى كده على الدقيق، لازم اشيل قصادهم من الدقيق. يعني هشيل معلقتين دقيق، هحط معلقتين بودرة كاستر. حضرتك هتسأليني ليه بودرة الكاستر؟ اولا بتدي طعم جميل جدا، البسكوت بيبقى كأنه جاهز، وكمان انه هو اصلا نشا، في الاصل نشا ومحطوط عليه مكسبات طعم، بيديني بقى قرمشه جميل. مش عايزين ننسى ذره الملح، انا حطيتها في ايدي كده عشان حضرتك تشوفيها، لان هي فعلا بتظبط التست. الحاجه التانية اللي بضيفها اللي هي معلقتين من اللبن البودر. طب لو ما عندكيش خلاص مفيش مشكله، بس انا بحب احطه للبسكوت بتاعي. الاضافه الثالثه للدقيق اللي هي باكت الفروتي. طبعا ده بيكسب البسكوت بتاعنا لون جميل وريحة جميلة، والكاستر كذلك. يبقى كاستر، معلقتين الكاستر، وشلت بدلهم معلقتين دقيق بقى استبعدتهم، وحطيت معلقتين لبن بودر، وحطيت باكت من فروتي. كل الحاجات دي بتدي يعني جمال للبسكوت بتاعنا، وبتدي لون اصفر جميل. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ سامحوني انا النهارده بقى اشتغل في بولة العجان عشان انا تعبانه، يعني مش قادره افضل واقفه. فهحط السمنه تتخفق في العجان. بس قبل بقى ما احط السمنه هشيل معلقه السمنه اللي قلت لحضرتك عليها من النص كوبايه، وهكمل مكانها زيت، حدود يعني معلقتين زيت. هحط بقى السمنه في بولة العجان عشان اخفقها قبل ما اضيف عليها السكر. والسمنه تكون بدرجه حراره التلاجة ساقعه، سمنه ساقعه. اللي عايزه الفت نظر حضرتك ليه برضو انك انتي ما تحطيش السمنه من العلبه وتروحي تسقعيها. لا، انتي فكي تسييح السمنه، سواء هتعملي بسمنه بلدي سواء هتعملي بسمنه علب او مخلوطه. فكي تسييح السمنه وعايري الكوبايات بتاعتك ووديها التلاجة تسقع عشان تاخد يعني ملمس الزبده. يعني انتي تسيحي الاول السمنه، تفكي تسيحها وتعايري كوباياتك وتوديها التلاجة تسقع. اخفق السمنة لوحدها لما يصير قوامها زي القشطة كده،
وبعدين هضيف لها السكر. برضو لما نكون بنستعمل بيض بكمية لازم الأول تطمني إنه سليم، يعني ما تكسريش البيض على الخامات اللي انت حطاها مرة واحدة، تحطيها في طبق وتتأكدي إنها سليمة. دلوقتي أنا ضفت مادام في بيض يبقى في فانيليا، ضفت 2 باكت فانيليا، وحطيت نقطتين من روح الموز ونقطتين من روح البرتقال أو إسانس البرتقال. دلوقتي هحط 1.5 كوباية سكر على السمنة اللي أنا خفقتها، وهرجعها تاني في العجان. أفضل بقى أخفق فيهم لما يبقوا زي الكريم شانتيه بالظبط بس. وبعد كده أبدأ أضيف البيض بيضة بيضة، أضيف بيضة وأخفق، أضيف بيضة وأخفق، وهكذا. بوري حضرتك دلوقتي قوام الزبدة مع السكر، شايفة الجمال؟ لونها بقى أبيض وبقت ناعمة، وملمس السكر ما بقاش موجود فيها خالص. هبدأ دلوقتي أضيف البيض بتاعه زي ما قلت لحضرتك، بيضة بيضة، تضيفي بيضة والعجان يخفق وتضيفي تختفي البيضة، تضيفي البيضة التانية لحد ما أخلص ال5 بيضات بتوعي. وصلنا كده للقوام المطلوب. بصي حضرتك، بصي خلاص بقى في منتهى الجمال. مفروض هفضي بقى الخامات بتاعتي دي كلها في بولة. وقبل ما انسى عايزه اقول لحضرتك ان انا ضفت على الدقيق بتاعي نص معلقه صغيره بيكنج باودر او معلقه صغيره ممسوحه، يعني يا نص معلقه يا معلقه صغيره ممسوحه على الدقيق، يعني بالاضافه للحاجات اللي الجافه اللي انا ضفتها للدقيق. دلوقتي بقى هننزل الخامات اللي انا خفقتها في العجان في بوله عشان نحضر الخميره بتاعه النشادر. زي ما حضرتك شايفه كده بقت في منتهى الجمال، شايفه؟ خلاص قوامها بقى كريمي خالص زي القشطه. هنزلها بقى في البوله عشان نبدا نستعد لان احنا نحط خميره النشادر ونعجن. خميره النشادر بحضرها ازاي؟ بيبقى عندي نص كوبايه لبن دافي وبدوب فيها معلقه اكل ممسوحه نشادر، بحط فيها معلقه اكل، انا اسفه المقطع ده اتقطع زي بعضه، بحط فيها معلقه اكل ممسوحه نشادر، وببدا اضيفها على الخليط اللي نزلته من العجان، وبحط كيلو الدقيق بتاعي اللي انا خلط عليه الخامات الجافه. الحقيقه انا ما بنزلش بكيلو الدقيق كله، بنزل بيه واحده واحده. بصي عشان وما بعجنش، انا بجمع فقط. يبقى احنا دلوقتي ضفنا نص كوبايه لبن دافي عليها معلقه اكل ممسوحه نشادر للخليط اللي انا كنت منزلاه من العجان، وبعد كده ضفت عليهم الدقيق وبدات اجمع، وخليت شويه من الدقيق ما ضفتوش كله، يعني تخلي قيمه ربعه كده وتنزليه بالتدريج، عشان لان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق ومن ميزان لميزان. يعني ممكن الكيلو بتاع حضرتك يبقى زايد شويه، يبقى ناقص شويه، تبقي قادره. شوفي العجينه بتاعتي بتقطم، يعني هو ما كانش فاضل الا ان انا احط الخميره، احطها في نص كوبايه اللبن واضيفها على الخامات، وبعدين انزل بالدقيق. بعرف ان عجينتي مظبوطه ازاي لما اعمل كوره كده وانشققت مني، يبقى هي لسه محتاجه قليل من السوائل، ما احتاجتش خلاص يبقى هو البسكوت كده. وعايزه اقول لحضرتك ان عجينه البسكوت بتقطم مش بتمط. بصي ده اللي اتبقى عندي من كيلو الدقيق، ما ضفتوش، ما حسيتش ان العجينه بتاعتي محتاجاله. معنى كده عجينه البسكوت بتاعتنا، وحضرتك شايفه شكلها وشايفه لونها، وده كيلو. هنروح بقى نغطيها بكيس بلاستيك، ونروح بقى نربط المكنه بتاعه البسكوت. حطيت المفرمة أو المكنة اللي بنقطع بيها البسكوت، مفرمتي صغيرة شوية نمرة 5، لكن بتأدي الرسالة. والحقيقة أول ما بنحطها بالشكل ده بترجعنا لذكرياتنا الجميلة، أيام ما كنا بنتجمع على الطبلية ونربط المفرمة وكلنا نستنى دورنا عشان نلف إيد المفرمة، وتجمع الخالات والجدات حوالين طبلية عمل البسكوت. كانت أيام جميلة جميلة عايشة طبعا في ذاكرة أي حد عاشها وهو طفل. ولما نشيل السيجار نوديها الفرن ونقعد ننتظرها ومش عايزين ننام، يعني حاجات جميلة. شوفي الوضع دلوقتي، كل واحد بقى مشغول، والله يساعد الناس كلها، وكل واحد بقى عنده يعني مسؤولياته، وخلاص العشرات الكيلوات تقلصت وبقت كيلو، والحمد لله رب العالمين. المهم ان الناس تعمل وتجرب. حضرتك شايفة كده عجينة البسكوت، شوفي نازلة من المكنة شكلها ايه. وطبعا عايزة اقول لحضرتك ان انت تبقي تضغطي العجينة جوه المكنة عشان البسكوتة بتاعتك تبقى محملة. اي بسكوتة ما تعجبكيش شيليها على طول، دخليها المفرمة واعملي غيرها،
واي بسكوته هتحطيها معوجه هتفضل معوجه حتى في السوى. ولازم يعني تدوخي كده العجينه شويه قبل ما تحطيها في المفرمه، تعجنيها بين ايديك وتغطي العجين اللي في البوله عشان ما يشققش منك. هنبدا بقى مع بعض. بالنسبه للتقطيع طبعا حضرتك بتعملي الفورمه اللي تعجبك، يعني بتنقي السكينه او المشط اللي يعجبك في اشكال البسكوت. انا بحب الشكل ده ومش بحب البسكوته بتاعتي طويله قوي، بحبها بالمقاس اللي حضرتك شايفاه. اي حاجه زياده في البسكوته تقدري حضرتك تعمليها، ترفعيها بالسكينه، والبسكوته اذا ما عجبتكيش شيليها وحطيها في المفرمه واعملي واحده بدلها. نكمل بقى. هكمل بقى انا باقي الصواني مع نفسي، بوريكي البسكوتة تاني، واهو بمسح الصواني بمسحة خفيفة من الزيت زي ما حضرتك شايفة كده. وهنروح بقى بعد ما نخلص تقطيع هنروح عشان نسويه في الفرن. خلصت تقطيع البسكوت، وكيلو الدقيق عمل لي كمية البسكوت دي كلها اللي حضرتك شايفاها. بس انا بقى دلوقتي مسخنه فرن الغاز ومسخنه فرن البوتاجاز عشان هسوي في الفرنين. بس لو سألتيني سوى فرن الغاز رائع رائع جدا بصراحة، لانه سريع وبيسوي بسرعة. طب افرضي ان انا ما عنديش فرن غاز، خلاص هسوي فرن البوتاجاز على الشبكة اللي في النص، وهولع الفرن درجة الحرارة تبقى يعني على 160، ده بعد ما اسخنه. ومش هفتح الشواية الا اذا خد لون من تحت، واذا فتحت الشواية يبقى لازم هحرسه. ده شكل البسكوت بتاعنا اول ما دخلته فرن البوتاجاز. بصي هي البسكوتة بتزيد حاجة بسيطة بس بترجع تاني، يعني ده بداية السوى وبداية دخولها على فرن ساخن، ده في فرن البوتاجاز. وهتسيبها بقى تستوي، وبعد كده هولع لها الشواية عشان احمر وشها شوية. اهو بصي حضرتك الصاج طلع اهو. بصي الشكل بتاع البسكوتة، بصي الجمال، الحقيقة في منتهى الجمال وخفيفة جدا. دي بقى تسوية فرن الغاز. بهدي الفرن خالص الجنبين والكحكة اللي من تحت، وبتابع سواه، وكل شوية أقلب الصينية. وزي ما حضرتك شايفة البسكوتة محتفظة برونقها وبنقشتها وفي منتهى الجمال. البسكوت ما ياخد لون من تحت، حضرتك شايفه ان انا حاطه صاج صغير او صينيه صغيره تحت الصينيه، اروح على طول حاطه صينيه من تحت الصاج او الصينيه اللي انا حاطه فيه البسكوت عشان ما تبقاش ملاصقه للصاجه بتاعه الفرن، واستنى لما الوش يتحمر بتاع البسكوت، وادور الصينيه كل شويه وبعدين اطلعه بالشكل ده. هكمل سوى البسكوت كله وبعدين ارجع افرجه لحضرتك. دي كل كميه البسكوت اللي طلعت لي من كيلو بسكوت. شوفي الجمال وجمال البسكوتة، وانها حافظة نقشتها. بصي الجمال وسواها في منتهى الجمال. انا بحب يعني عندنا بيحبوا يحمرشوه شوية كده، يبقوا يعني لونه متحمر شوية. بصي البسكوتة جميلة، وغير المذاق بتاعها عالي جدا جدا. اتمنى بقى ان الفيديو لو عجبكم تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لنا شير ولايك، تشتركوا في قناتنا لو ما كنتوش اشتركتم فيها. كل سنة وكلكم طيبين وتعودوا له بألف خير يا رب. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.